السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. شايفين الجمال اللي انا عملته ده؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده اسمه كسكسي، انا مش عارفه في البلاد التانية اسمه ايه. وطبعا انا ولا هعمله لا بدقيق ولا عجن ولا بس ولا اي حاجه ولا بخار ولا اي حاجه ولا خلاط. هوريكم دلوقتي نعمل الكسكسي ازاي وباسهل طريقه وفي 10 دقايق. هنقيد النار، تبقى نار متوسطه كده زي ما انتم شايفين، ونحط عليها الصينيه بتاعتنا تسخن كده دقيقتين. بعد ما تسخن الدقيقتين دول اهو، انا دلوقتي لقيت النار متوسطه. هجيب معلقه سمنه او زبده. انا استعملت الهانم زي ما انتم شايفين كده، استعملت سمنه الهانم. خدت شويه كده اهوت. الكيس ده انا جايباه 7 جنيه، بس انت لو عندك في البيت هيبقى اوفر ليكي. طبعا انا حطيت اهوت، الطاسه كانت سخنه. انا بس يسيح الزبده دي. طبعا انا حطيت الطاسه على النار زي ما انتم شفتوا كده، وحطيت عليها الزبده تسيح كده شويه، ونزلت بكوبايه اهي شوب من دقيق السمونيلا او البسبوسه او السميد. تجيبي من عند العطار ب10 جنيه دقيق سميد. طبعا هو اسمه دقيق سمولينا او دقيق سميد او دقيق بسبوسه. طبعا مش دقيق زي اللي احنا بنعمله، طبعا اللي احنا بنعمل بيه الكسكسي ونقعد نرده ونحطه على البخار او نخليه يتفرم في الخلاط. لا، احنا هنحط اهو السمنه سيحناها الزبده، وهنحط ننزل بالكوبايه ونقلب ايدك فيه، ويكون النار هاديه متوسطه كده، تكون النار متوسطه. تفضلي تقلبي فيه لغايه ما يتشرب السمنه بتاعته وينشف كده، الزبده تنشف كده وبس. تفضلي تقلبي فيه، ايدك تبقى فيه عشان ما يتحرقش منك اهو. نفضل نقلب شمال ويمين كده وكل جوانب الطاسه عشان ما يتلسعش يعني. هو زي ما انتم شايفين انا ايدي فيه على طول لغايه ما تشرب معلقه الزبده اللي انا حطيتها اهو. شايفين اهو، انا عماله اقلب عشان الزبده دي تتشرب. ولما تمسكيه كده يعني تحسي ان ايدك اتلسعت منه، يعني هو كده ايدي انا اتلسعت منه، تحسي ان هو سخن. امسكيه كده وشوفي، وبرده استمري في التقليب. وكوني مجهزه كوبايه ميه مغليه، نص كوبايه ميه مغليه، نص كوبايه ميه مغليه. والاحسن يكون ربع ميه ونص لبن. ولو عايزه تعمليه بلبن بس تمام قوي، يبقى احسن واحسن كمان. لكن انا انا عملته بميه، لكن هو باللبن بيكون احسن. زي ما انتم شايفين انا دلوقتي قلبته لغايه ما لقيت السوائل اللي نشفت منه كلها اهو، شمال ويمين كده ومن كل الجوانب كده. واقلب كويس كويس، افضل مستمره في التقليب لغايه ما احس ان كل السوائل اللي فيه نشفت. هيطلع احلى كسكسي من اللي انت بتشتريه من بره او بتبسيه وبتعمليه على البخار وبتعجنيه او بتعمليه في الخلاط. هنحط رشه ملح، ما ننساش رشه الملح دي نحطها عليه، رشه بسيطه كده، ونقلب برده مع بعض. نفضل نقلب. انت هتحسي يعني ان هو لسه ما اتعملش، ما بانش يعني ان هو كسكسي، لكن هو من بعد ما بنحط الميه ونقلب بيبان عليه اهو. نزلت اهو بنص كوبايه ميه قدامكم، الميه دي كانت سخنه بتغلي. نزلت بنص كوبايه الميه دي وافضل اقلب عشان شمال ويمين كده. هتحسي طبعا ان هو اتعجب منك وباظ، لا ما باظ. انت بس استمري في التقليب لغايه ما السوائل اللي فيه تنشف. والاحسن ان انت يعني تقلبيه بشوكه، تفتفتيه كده بالشوكه اهو. زي ما انتم شايفين اهو، دخل على الشكل بتاع الكسكسي زي الكسكسي اللي بنعمله احنا وبنرده، نعمله بالبخار او في الخلاط. شايفين؟ هتحسي امسكي كده عشان تشوفيه استوى ولا لا. عايزه تعرفي استوى ولا لا، امسكي كده او دوقيه تعرفي ان هو استوى ولا لا. طبعا نفضل نقلب فيه لغايه ما يتفتفت كله كده ويفرفر كله من بعضه. يعني احنا بعد ما حطينا السوائل نفضل نقلب فيه كده اهوت لغايه ما يتفتفت كله زي الكسكسي اللي بنعمله كده، يبقى مخرز اهو. وانا عماله اقلب فيه اهو، ايدي فيه برده ما تسيبوهوش. هو مش هياخد 10 دقايق، والله ما بياخدش 10 دقايق. بس انا حاطه الفيديو كله عشان خاطر ما قصيتش منه حاجه خالص، عشان تتعلموا المقادير بالظبط والحاجه المظبوطه اللي انا عملتها يعني اهو. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله.
لا قوة الا بالله. ونشكر كده الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، عشان حاجتنا طبعا يجي فيها البركة والخير كده وتبقى كتيرة وتزيد. طبعا انتوا شايفين بقى عامل ازاي اهو، مفتفت ومخرز كده، بدأ يبان اهو وكده استوى، اتخرز اهو مني وزي شبه الكسكسي بالظبط اللي احنا بنرده بالدقيق. شايفين عمل ازاي اهو. طبعا انتوا حطوه في حاجه كبيره شويه. هجيب بقى ايه معلقه زبده كده تاني وهو سخن كده على النار، هنزل بيها على الكسكسي اللي احنا عملناه، واقلب برضو. ايدي مستمره في التقليب عشان يتشرب بالسمنه بتاعتنا بالزبده بتاعتنا، يشربها كلها. وتشمي بقى ريحه الكسكسي، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، احسن من اي حاجه تشتريها من بره، من غير لا تعب ولا دقيق ولا عجن ولا بس ولا رد ولا بخار ولا خلاط اهو. زي ما انتم شايفين ايه الجمال ده، اللهم بارك. طبعا هو كان طالع ترند. احنا بقى دلوقتي ولا عملنا لا دقيق ولا خدنا دقيق ولا خدنا اي حاجه ولا عجنا، واتعمل في 10 دقايق. شايفين الجمال، والله العظيم مخرز جدا اهو، اللهم بارك. انا دلوقتي حطيته اهوت في الطبق. بصوا كده لو قربت الكاميرا، بسم الله ما شاء الله. طبعا اكون مجهزه اللي هو السكر البودره، ارشه كده على الوش كده زي ما انتم شايفين. هو كده خلاص بقى كسكسي خلاص كامل كده استوى يعني كده وخلاص. انزل بقى بالسكر البودرة على الوش كده، وطبعا هحط له الزبيب بتاعنا. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ودوقي بقى احلى طعم. وبصراحه الزبده بتاعت الهيم دي جميله جدا. طبعا انا رشيت عليه الزبيب زي ما انتم شايفين اهو اهو. انا طبعا رشيت عليه السكر البودره. كنت طحناه برضو في البيت، كنت طحنه السكر طبعا في البيت عندي زي ما بعمله كل مره. والزبيب كنت شاريه من بره. وبألف هنا وألف شفا على قلبكم، جربوها وادعولي. وطبعا انا كنت شايفاه على قناه تاني بس قلت لازم انا اجربه. وبألف هنا وألف شفا. وجربوه وادعولي. عايزه منكم دعوه حلوه كده في ظهر الغيب، واعملي لايك وشير وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.